انت مواليد شهر 8 نص الاولاني من 8 انت برج الاسد. برج الاسد بقى السنه دي 2024 هتبقى معاه عامله ازاي؟ اقول لك يا ابني هتبقى عامله ازاي. ورقه وقلم واكتب ورا 2023 خلصت خلاص، ايا كان عدت عليك ازاي سواء بخير او شر فانتهت على كل حال من الاحوال. 2024 بدأت يعني بداية جديدة وسنة جديدة، ومن ضمن الترندات او من الحاجات اللي بتلاقي اهتمام كبير جدا في بداية كل سنة هو شغلة الابراج، سواء على برامج التلفزيون او حتى على السوشيال ميديا. ولو مش مصدقني افتح جوجل ترند هتلاقي متصدر رقم 1 في نتائج البحث هي الابراج. كل واحد بيفتح الابراج عشان يشوف السنة الجديدة دي هتمشي معاه ازاي. وهنا نفسه بيجي السؤال الشائع، هي الابراج دي حقيقة فعلا ولا كذبة في ناس بتاكل من وراها عيش؟ خلينا احلل انا وانت معاك الموضوع كده بشكلين، شكل عقلي وشكل ديني. اول حاجة الشكل العقلي، تعالى كده ندردش مع بعض. لك ان تتخيل مثلا ان انت عندك امتحان بكرة، تمام وانا جيت قلت لك بكره الامتحان هيجي لك سهل، وباكد لك كده، مش بقول لك ان شاء الله او باذن الله او ما تقلقش وتفائل والامتحان بكره هيجي سهل، لا ده انا باكد لك ان الامتحان بتاعك هيجي سهل، وباكد لك ان انت هتنجح وهتجيب تقدير امتياز، والامتحان هيجي فيه السؤال الفلاني والعلاني. هتقول لي ايه؟ وانا مش هزعل منك الصراحه، انت معاك حق، ما اصل انا بشر زيك، ازاي هعرف الحاجات اللي هتحصل لك في وقت لسه ما جاش اساسا؟ وده عشان يحصل محتاج حاجتين، اول حاجه ان انا معايا آلة زمن او ساعه الزمن اللي بتطلعني المستقبل، او ان انا مخاوي. فمن الناحيه المنطقيه الموضوع ده مستحيل، ولو انت ممكن تصدق من الناحيه المنطقيه ان ده ممكن يحصل يبقى انت مريض نفسي بقى، روح شوف لك دكتور تعالج، لانه كلام غير منطقي بالمره. يعني واحد زي حالاتي انا مواليد شهر 8 مثلا، فيبدا واحد يجي يقول لك انت مواليد شهر 8 نص الاولاني من 8 انت برج الاسد. برج الاسد بقى السنه دي 2024 هتبقى معاه عامله ازاي؟ اقول لك يا ابني هتبقى عامله ازاي. ورقه وقلم واكتب ورا ست الكل. والله النص الاولاني من السنه هيبقى كويس وزي الفل ووردي وكل اللي انت بتتمناه هيتحقق. اما النص التاني فهيتقسم لنصين، النص الاولاني هيبقى مقلم والنص التاني هيبقى اسود على دماغك ودماغ اللي جابك. ده كلام يخش عقل بني ادم. نخش بقى على المفيد، الزتونة بتاعت الموضوع، الناحية الدينية. جملة معروفة جدا، كذب المنجمون ولو صدقوا. قول لي ايه الفرق بين الراجل اللي بيقعد بيتكلم عن الابراج والتاني الشيخ زنبلة الحفلقي ولا مش عارف ايه الاسماء الويرد الغريبة اللي هم بيسموها لنفسهم دول؟ تلاقيه قاعد لابس لبس كده مخيف، حاطط قدامه بخور كتير قوي ودخان وقاعد حي ومش عارف ايه، ويكلم وعلى السن هو بيحضر عفاريت. واحدة تروح له عشان ما بتخلفش، واحد تاني يروح له عشان هو في واحدة هو بيحبها وهي كرفاله، او العكس زي الشيخ خديجة المغربية القلب الحبيب واكل الزبيب والكلام ده كله. مع العلم انها ممكن تظبط معاهم مرة والكلام اللي بيقولوه يتحقق فعلا، لكن دي بايلكة. يعني مثلا هل يعقل ان مدرس يحط لك مذكرة فيها شوية اسئلة ويقول لك الاسئلة دي مهمة، وتروح الامتحان تاني يوم تلاقي منهم سؤال جه في الامتحان تقول بس الاستاذ ده فزة ولازم كل طلبة المدارس والكليات والجامعات ياخدوا عنده عشان ده ملوش حل، ده في سؤال جه في الامتحان سؤال. ده غير طبعا ان انت هتخش في حتة تانية خالص بقى بعيدة عن كل التوقعات والاماني، انت دخلت كده في حتة شرك، لان الغيب لله وحده، محدش يعرف مش اللي هيحصل لك كمان سنة او كمان يوم او كمان شهر، اللي هيحصل لك كمان دقيقة. فالنهاية ما تخليش حد يضحك عليك، توكل على الله وخد بالاسباب واعمل اللي عليك. والى هنا ايها السادة والمشاهدين والمستمعين والمحبين في كل زمان ومكان، يكون فيديو النهارده خلص. ده اول فيديو في السنة وان شاء الله مش هيكون اخر فيديو. اتمنى ان هي تكون سنة خير وسعادة وبركة على كل الناس. واهم حاجتين نبدأ بيهم السنة الجديدة، اول حاجة ان انت تصلي على النبي، تاني حاجة ان انت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. زي ما هي بداية جديدة ليك عايزها تبقى بداية جديدة ليا بقى، متبقاش عنصري كده، فكها علينا. سلام.